حبايبنا الغاليين متابعين قناة يزن وليان، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله وصفتنا هنعمل فيها مع بعض الشيش طاووق بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة، وهيطلع معانا طعمه جامد جدا. وهنعرف مع بعض المكونات اللي بتحطها المطاعم عشان تطلع معاها طعم جامد جدا. تابعوني عشان نعرف مكوناتنا مع بعض. هنبتدي نقطع الصدور بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بطريقة طولية، وبعد كده نقطعها لمكعبات زي ما حضراتكم شايفين كده. نبتدي هنا نقطعه بنفس الشكل ونفس الحجم اللي حضراتكم شايفينه كده. هنا بعد ما خلصنا الكمية كلها بننزل عليهم بالزبادي، وننزل عليهم بحوالي 4 معالق كبار من الزيت، وننزل بالخلطة. ولو مش متاح عند حضراتكم الخلطة ممكن نستخدم الثوم البودرة والبصل البودرة وشوية من الزعتر، عليهم بهارات مشكل فراخ، وبنستخدم عليهم نص معلقة صغيرة من البابريكا. بننزل هنا بالصويا صوص ورشة صغيرة من الملح، ونقلب المكونات كلها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. وندخلها التلاجة تقعد مش اقل من ساعتين. كل ما تقعد في التتبيله اكتر كل ما تدينا طعم افضل باذن الله. هنا بعد ما قلبناها ودخلناها التلاجة ترتاح شويه، نبتدي نقطع الخضار بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه، مكعبات تكون صغيره بنفس الحجم ده. بنقطع كل الخضار اللي معانا. هنا ممكن بقول زي ما حضراتكم نستخدم الطماطم الشيري الصغيره، او نستخدم طماطم عاديه كده نقطعها شرايح بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، بس ما نستخدمش قلبها، بنستخدمها من بره برضو نشيل القلب ونقطعها شرايح. هنا بنقطع البصل ل4 ارباع ونفتحه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نغسل الخضار هنا عندنا كويس، وننزل عليه نص معلقه صغيره من البابريكا ونص معلقه من الزعتر ورشه ملح، بجد بيفرقوا جدا في الطعم. ونقلب الخضار كويس، ونبتدي هنا نجيب الفراخ، نجهز اساق شيش طاووق، ونبتدي نحط الخضار بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها، وندخل عليها قطع الفراخ ونرصها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. وممكن برضو زي ما حضراتكم حابين تزودوا خضار بنزود خضار عادي، بس هنا زي ما حضراتكم انا بستخدمها قطعتين من الخضار، او قطعه معهم قطعه من الفراخ. وهنا بنجهز شيش طاووق بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها، ما شاء الله بتطلع شكلها حلو جدا، وان شاء الله كمان هيطلع طعمها جامد جدا. وهنا بعد ما خلصنا نبتدي نجهز تاني سيخ بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، اي ترتيب حضراتكم بتحبوه لترتيب الخضار. وهنا بنخلصه بنفس الشكل، نفس الكميه اللي عندنا بنخلصها بنفس الشكل. وما شاء الله صدر الفرخه الكامل عامل لنا ما شاء الله كميه حلوه جدا، ممكن نقدمها في اي عزومه بتطلع طعمها جامد جدا. وهنا بعد ما خلصنا الكميه كلها بنفس الطريقه بننزل باقي التتبيله على القطع الفراخ وعلى الاسياخ اللي حضرناها مع بعض، ونسيبها شويه معانا. نبتدي نحضر طاسه او جريل، ننزل عليه حبه صغيرين من الزيت زي ما حضراتكم شايفين، حوالي 4 ولا 5 معالق زيت. ونبتدي ندهن الطاسه كويس، وعلى نار هاديه بننزل باسياخ الشيش طاووق، ونسقيها بعد كده باقي التتبيله بنفس الشكل الطريقه اللي حضراتكم شايفينها معايا. تبقى على نار هاديه، وكل حوالي 3 او 4 دقايق بنقلبها عشان ما تاخدش لون على جنب والجنب التاني لا. وهنا بعد ما قلبناها كل شويه، هنا ما شاء الله الصدر عمل كميه حلوه جدا. هنا ممكن بطاسه او صينيه تيفال، ننزل هنا برشه روزميري بتدي طعم حلو جدا وهي بتستوي. ونبتدي هنا برضو بنقلب زي ما قلت لحضراتكم كل شويه، نقلب عشان ما تاخدش جنب وجنب تاني لا، ويكون مستويين كويس جدا الجنبين. نبتدي برضو باقي التتبيله زي ما قلت لحضراتكم منرميهاش، وننزل بيها
لحد ما تاخد معانا ما شاء الله لون حلو زي ما حضراتكم شايفينه. بجد طعمها بيطلع جامد جدا، وشكلها كمان ما شاء الله بتبقى اجمد يعني، بتبقى حلوه جدا في العزومات. ممكن كمان تاكل بعيش او اي جنب شويه مكرونه، تطلع حلوه جدا بجد. ان شاء الله هتعجب حضراتكم، جربوها ان شاء الله. يا ريت تقولي رايكم ايه ان شاء الله. لو عجبتكم وصفتنا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناه. وهنا انا عاملاها جنب صوصات ما شاء الله طعمها حلو جدا. ان شاء الله هتعجبكم. بالف هنا وصحه على قلبكم.